السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة الفيديو بتاعنا ممتع وجميل كده وهنلمه لكم على طول. هنتكلم عن إحصائيات اللعيبة العرب في بطولات كأس العالم اللي فاتت، ال21 نسخة اللي فاتت قبل انطلاق البطولة القادمة 2022 بدولة قطر. هنتكلم عن إحصائيات اللعيبة اللي بيسجل أكتر، اللي حضر أكتر، اللي ليه واللي عليه، الأصغر الكبير وهكذا. لو جينا اتكلمنا كده عن أكثر اللاعبين العرب تسجيلا للأهداف في المونديال، هنلاقي طبعا بيتصدرهم سامي الكابر النجم السعودي ب3 أهداف. ده أحرز 3 أهداف، هو المتصدر بيهم حاليا، وبقاله فترة محدش عارف يعدي حاجز هدفين. بيجي طبعا في الترتيب التاني نجمنا محمد صلاح، وهو برضو أحرز هدفين في 2018، ولو كان ليه نصيب ولعب السنة دي برضو كان تهيألي كان هيعدي الرقم ده، بس قدر الله مش عارفها. إن شاء الله يلحق 2026 إن شاء الله في المكسيك وكندا وأمريكا. عندنا برضو إحصائيات اللي أحرز هدفين من اللعيبة الجزائريين. في طبعا صالح العصاد من الجزائر أحرز هدفين، وفي داجو برضو من الجزائر أحرز هدفين، وفي إسلام سليماني برضو ده أحرز هدفين، كل دول من الجزائر. لو جينا طبعا لدولة المغرب هنلاقي كل من عبد الجليل حدة أحرز هدفين، وصلاح الدين نصير أحرز هدفين، وعبد الرازق خير أحرز هدفين برضو، كل دول من منتخب المغرب. لو جينا بصينا طبعا لمنتخب السعودية هنلاقي فؤاد أمين أحرز هدفين، ولو جينا بصينا هنلاقي من منتخب تونس وهب الخارزي أحرز هدفين. وعندنا برضو من منتخب مصر عبد الرحمن فوزي ده أحرز هدفين، ده كان لعب في مونديال إيطاليا 34. ولو جينا بصينا طبعا لأول هدف أحرزه كان هو برضو عبد الرحمن فوزي هو اللي أحرزه، يعني عبد الرحمن ده فوزي كان أسطورة بس ما خدش حقه. لو جينا للعيبة الأكثر حضورا اللعيبة حضورا في البطولات هنلاقي سامي الجابر أيضا ب4 بطولات، حضر 4 بطولات مع السعودية. لو جينا بصينا على أكبر اللاعبين سنا حضورا في البطولة من المنتخبات العربية هنلاقي طبعا بيتصدرها عصام الحضري ب40 سنة وشوية، وده الرقم ده كان حققه في 2018 في روسيا. ده رقم متسجل بيه عربيا وعالميا، يعني هو أكبر لعيب عربيا وعالميا، وده كان كل ما